السلام عليكم ورحمة الله. حكم وأمثال سودانية والكناية والمعنى بتاعها شنو؟ نتعرف عليها. مقولة سودانية بتقول الجغمو كرطع، يعني زول ادوه جغمة أو حاجة بسيطة يشرب، والجغمة هي الشراب. كرطع كرطيع، وده مثل بيضربوه للزول اللي انت بتكون داير تحسن فيه وبيكون هو ضراك. كان دقوه في كوعه ما يتدفقن دموعه، يعني شخص ضربه في كوعه او في العظم بتاع الكوع بتاعه والضربه حاره جدا ما بتدفقن دموعه، ودي كنايه عن البخل. اخلاقه في راس نخرته، كنايه عن انه الشخص احمق وضيق الخلق. الغنمايه تاكل عشاؤه، كلمه بنقولها بنعني بها انه الشخص ده مسكين وطيب وعلى نياته. جهولم سكاسك، كلمه بقولوها للشخص العايش عمر غير عمره، او الشخص اللي بيتصرف هو شخص كبير وبيتصرف تصرفات طفوله، لا بيطقع ولا بيجيب الحجار، وده مثل نحن بنضربه للشخص الما منه فايده. خشم بيوت، الحاجه دي يقول لك خشم بيوت. خشم بيوت بتعني بالضبط يعني انواع كثيره، مثلا اقول لك الجامعات خشم بيوت، القرايه خشم بيوت، الناس خشم بيوت. عصايه نايمه وعصايه قايمه، وده مثل نحن بنضربه للتردد، والعصا هي العود المعروف. الفاس وقع في الراس، كلمة دائما بنرددها بتعني انتهاء الأمر. نام نوم الديك في الحبل، نوم الديك في الحبل معروف انه خفيف جدا، وده مثل او مقولة بنقولها ليه القلق. جملة ايد ورا وايد قدام كناية عن الخيبة، والشخص لما يجي راجع ولم ينجز شيء كما تقول العرب رجع بخفي حنين، نحن بنقول ايد ورا وايد قدام. عظمة حوت لا بتتبلع ولا بتفوت، وده مقولة نحن بنقولها للشخص اللي بيكون قاعد ونحن ما مستفيدين منه، بل بالعكس متضررين منه. واخيرا خربانه ابونا ينقش، وده مثل نحن بنضربه كنايه عن اننا يئسنا من الشيء. وشكرا لكم، يديكم العافيه. الزول اللي عنده كنايه مثل عباره عن كنايه اكتبوا لنا تحت في الكومنتات، واذا في زول بيفهم في الامثال وعارفها تاقيه او شير له الفيديو. والسلام عليكم.